جريدي هي التي تتولى مهمة التنفيذ. ابتسامة تنفيذ حارسة المرمى. الهدف الأول جول 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 المنتخب الوطني المغربي في دقيقة. تترك أي فرصة لحارسة المرمى للتصدي بالرغم من أنها تصدت للكرة، لكن التسديدة كانت قوية جدا، تحسرت كثيرا حارسة المرمى نجية عباس. كرة للمنتخب الوطني، إمكانية المرور، إمكانية التسجيل ولا التحضير. التسديد، الهدف الثاني جول 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 الهدف الثاني للمنتخب الوطني المغربي في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي في هذا الشوط الأول. هذه المقابلة العرضية كانت من حنانية الحاج. هنا فاطمة تغناوت، فكرة كانت ذكية من ابتسامة جريدي التي قدمت الكرة بطريقة رائعة لغزلان الشباك التي سجلت الهدف الثاني للمنتخب الوطني. تصبح النتيجة هدفان 2 دون رد. كيا جريني حكمة الساحة في هذه المباراة. التسديد قادم، التصويب من إيمان. ممتازة إيمان، ممتازة إيمان، رائعة إيمان، تسدد بدقة عالية إيمان الغزواني. طبعا هي جد سعيدة ونحن غزواني الهدف الأجمل لحد الآن في هذه المباراة. لم تترك أي فرصة لنجية عباس التي حاولت التصدي. الهدف الثالث للمنتخب الوطني المغربي. تعقدت الأمور، تعقدت المباراة بالنسبة سناء التمرير. تسديد، الهدف الرابع للمنتخب الوطني المغربي الذي يواصل الإبداع في مقابلة اليوم، يواصل التألق في مقابلة اليوم. هنا اللقطة الماضية مستوى كبير تقدمه في مقابلة اليوم لاعب إيمان الغزواني. هنا التمرير نجاة بدري تسجل الهدف الرابع بعد تمريرة كانت من سناء مسودي. هدف رابع، 4 أهداف دون رد. المنتخب الوطني يبدو بأنه